عندكم طبيب بنتيكو شكيب من قسنطينة، وليت نحال بدينا في سنة 1995 هاوية. شرينا 10 خلايا وبدينا نخدموا شوية عسل. كبرنا شوية العدد حتى ونعادوا 40، ومن بعد حبسنا الطب ولينا نخدموا في العسل وحبوب اللقاح، طرود والملكات. نشوفوا المردود في الخارج تاع خلية واحدة تلحق حتى 200 كيلو في خلية واحدة، وحنايا لهنا في الجزائر نحيو 6 7 10 في المعدل. كاين خلل. رحت الى فرنسا والمانيا وعقبنا ستاج تما 15 يوم، وشفنا باللي ما نقدرش نخدموا في النحل، يعني نربيو النحل ولكن الانتاج ما كانش. على عندهم تقنيات ما عندناش حنا لهنايا برك. ماهوش قضيه تاع توكيل سير ولا لا، قضيه تاع كيفاش تتعامل مع النحل. لازمك تعرف النحل كيفاش يتعامل وانت تتعامل معاه، ماهوش العكس. تطلب النحل يتبعك، لا، لازمك انت تتبع النحل. وفهمنا وعقبنا يعني الطريقه الصحيحه، بس كاينه طريقه صحيحه واحده برك. تبعنا الطريقه الصحيحه وكي روحنا طبقنا في الجزائر. اللي كنت نحي 15 20 كيلو في العام الاول نحيت 70 كيلو، والعام الثاني زدت حسنت الطريقه هذيك لحقت حتى 140 كيلو في الخليه الواحده، في خليه واحده. وزدنا بدلنا، زدنا تحسنا، عندنا نربيو الملكات ننتج تقريبا واحد 500 ملكه منتخبه كل عام. نحكم عليا واحد 100، لانني عندي 100 صندوق فقط، ما عنديش انايا 1000 ولا 2000 ولا، عندي 100 صندوق. نحكم 100 خليه ليا والباقي للبيع للزبائن. ودخلنا في العام هذا في الغذاء الملكي، لا جولي رويال. لا جولي رويال ايضا فيها لي زونزيم بزاف، وفيها الفيتامينات بزاف، بروتين بزاف. اللي مرض بالسكر ينجموا ياكلوها، ما فيهاش سكر ابدا. فيها 0.15%، حاجه قليله جدا. طلع المناعه. الناس اللي يديروا اللي مرض بالكونسير شفاهم الله، اللي يديروا لا شيميوثيرابي، ما بين حصه تاع شيميوثيرابي وشيميوثيرابي واحده اخرى، ياكل علبه تاع 10 غرامات كل يوم، نص غرام، يخلصها في 20 يوم، ويقدر يروح يدير لا شيميوثيرابي. المناعه تاعو طالعه. كي يديروا تعييرات يسيبوا المناعه طالعه، يخدم له لا شيميوثيرابي، ما يقولوش زيد ولي المناعه تاعك ضعيفه، زيد ولي من 10 ايام نشوف. لا جولي رويال كي تاكلها بصفه وقائيه كما عبد يكون صغير في عمره 20 30 سنه، وياكلها 3 مرات في العام، خاصه قبل الخريف، في الشتاء، وبدايه الربيع. ما يمرضش بالمرض السرطان. هذه كاين بحوث داروها علماء وكذا، انا نتكلم الشيء اللي قريته، بحوث علماء. العسل عنده فائده كبيره، يعني يطلع المناعه. معلقه كل صباح في شويه ماء، في كاس ماء، تحركها تشربها بالماء دافي، شفاء للناس. عندك الناس اللي مرض بالسكر، العسل ممنوع، تكونوا متفاهمين. كاين الا العسل السدر. عسل السدر اللي مريض بالسكر ينجم ياكلو. لماذا؟ العسل تحكم اي عسل نسبة الجلوكوز مع الفركتوز تقريبا يساوي، والجلوكوز طالع. الا عسل السدر. عسل السدر الفركتوز هو اللي طالع، والجلوكوز هابط الى 25 حتى 30%. اما كل العسل النوع الاخر ممنوع. هذا اللي مرض بالسكر. حبوب الطلع معروفة، تقوي المناعة. أولا الناس اللي مرض الرجال اللي يكبروا في العمر
يكونوا عندهم مشكل تاع لا بروستات. انا نقول هاد الناس اللي مرض لا بروستات كي ياكلوا البولان يحبس ليفوليسيون، تحبس. لكن ما تعديش ستاد اللي ماشي مليح، المرض اللي ماشي مليح التم تحبس. وكي تحكم التريتمون يعني يبقى ياكل في الحبوب الطالع في البولان دائما. انا نقول باللي البولان ينقص المرض تاع لا بروستات ويرتاح باذن الله. هذه جربناها وشفتها، وربي تعالى ذكرها في القران ورحنا نشوفوها ودخلت في قلبي وخلاص. وليت محترف ب100 خليه.